السلام عليكم الحدقات والحادقين، اش اخباركم؟ كي درتو؟ كي دار معز عليكم؟ غبرت عليكم بزاف لان ما كاين غير ما يغبر هاد الحراره وهاد الصهد هذا. الحمد لله والشكر لله اللي جانا كيغلب نعمه الله سبحانه وتعالى. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معاكم الوصفه ديالي ديال الدجاج مدغمر ماشي مقلي، وغاني فايت لي شاركته معكم عده مرات ولا باس. بالمناسبه غادي نديرو اليوم، غادي نشاركو معكم ان شاء الله. فهنا عندي 4 ديال الدجاجات مغسولين مزيان بالملحه وسكينجبير، وشللتهم وخليتهم يتقطروا واحتفظت بهذاك لاستيك ديالهم لانه راه غذائي هذاك، واخا نديروه ماشي مشكل. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال السمن، عندي هنايا اللب ديال 2 حامضات مرقدين ماشي مصيرين، عندي راس كبير ديال الثومه مطحون، 2 معالق كبار ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال زرعه القزبر مطحونه، معلقه ديال الابزار، ومعلقه ونص ديال الخرقوم، زائد واحد شويه ديال الزعفران شعره اللي فزقته في شويه د الماء سخون، وهو اللي غادي نطلق به هاد التوابل ديالي لان فيها السمن خصو يتطلق رغم ان الصهد زايد شويه، خصو يزيد يتطلق باش يدخل في الدجاج مزيان. الا كتلاحظوا راه ما درتش الملح لان غاسله الدجاج بالملحه مزيان وما يعني ما مشلاهش بزاف، كندير له تشليله خفيفه، وعندي السمن مالح وعندي الحامض مرقد مالح. فكنجمع هاد التوابل ديالي كلها كندلكها، وغادي نشرمل الدجاج وغادي نبيتو حتى الغدا ان شاء الله. غادي نبيتو في الثلاجه، غادي يشرب على خاطرو، وندوزو ان شاء الله عاد لنهايه الوصفه. غادي نشرملو، راه مغسول، وكيف ما كنقول لكم دائما انا كنفك الجلد على اللحم، يعني ما بين الفخاد الصدر كلشي كيكون عندي مفكوك، كنشرملو مزيان من الداخل وتحت الجلد. صافي هاد الكيبات راه كيصبح لذيذ وبنين، الا اذا كان البنادم مزروب او لا جاتو شي ضيافه على غفله او لا بغا يوجدو تشهاه لوليداتو بغا يوجدو فما فيها بس. اما من الافضل انا كنفضلو يتشرمل ويقيل نهار كامل، يعني يتشرمل في الصباح ونطيبوه الليل، او لا يتشرمل في الليل كيف ما كندير انا دابا ويبات حتى الغدا ان شاء الله. وهنا غادي نجمعو بهاد لاستيك بهاد الطريقه هادي، ما كيتحل ما والو، هانتوما غادي تشوفوا، وراني دائما كنقدمو على هاد الطريقه هادي. صافي كيف ما كنقول لكم كنشمرو وكنكمل الدجاج اللي باقي بنفس الطريقه. يعني كلشي تبارك الله عليكم الحلقات راه كلكم كتعرفوا تشرملوا الدجاج اولا اللحم اولا، وحنا عندنا هاد العاده ديال التشرميل يعني داخله عندنا في المطبخ المغربي. الا بغينا الحوت خصنا نشرملوه نرقدوه، بغينا الدجاج كنشرملوه نرقدوه، حتى اللحم كنشرملوه وكنخليوه يشرب. وغادي نكملو الدجاج ديالنا. هاد التوابل اللي درت راه كافياني ل4 ديال الدجاجات. حتى كنكملو وكنحتفظ، الا كانت بقات لي شي شرموله من هذيك كنحتفظ بها. وغادي نجمعو ونغطيه وندوزو للثلاجه يبات، ونتلاقاو ان شاء الله في الصباح. اصبحنا واصبح الملك لله. في واحد الطنجره درت واحد 2 لتر ديال الماء، وقطعت واحد البصله كبيره يعني غير جناوح كبار، ودرت ما تبقى من هذيك التبزيره اللي بقات لي من الدجاج، داك الشويه اللي بقى
زدتو في هذاك الماء وخليته حتى يغلي. يعني ما كنرميش الدجاج انا في الماء بارد، بحكم التجربه الدجاج في الماء بارد كيتقطع كيتشرك، اما الا درتيه في الماء سخون كيتكمد كيتجمع. فانا كنخليه حتى كيطيب الماء عاد كنرميه. في الكوكوط درت واحد 2 كيلو ديال البصله، درت عليهم الملحه والزعفران، يعني الزعفران شهره، شويه د البزار وكويس ديال الماء، وغادي ندير لها عافيه مهيله، غادي نخليها تنزل على خاطرها. البصله ديالنا طابت ونزلات، وغادي ندير فيها هذوك الكبيدات. انا ما عنديش القنصه، ما كياكلوا هذيش ما كناخذهاش، كناخذ غير الكبده. فالكبده سلقتها بالخل والملحه وخليتها نشفات، وغادي نزيدها على هذيك البصله ديالنا باش نطلعوا الدغميره ديالنا ديال الدجاج. كتخليها حتى كتنزل كيبقى غير الزيت. بعد ما زدت الكبده كندير واحد العصره ديال الحامض مزيانه. هنا راه عندي 2 حامضات اللي عصرت باش كتجي الكبده لذيذه صافي. وغادي نخليها حتى تنشف. الدجاج ديالي دخلته للفور غير شويه يتشمع، ولكن خدا واحد اللون هائل، لانه هو بطبع داك الزعفران الحر كيعطيه لون مع الخرقوم. فملي دخلته للفران انا ما كنخليهش يقصح في الفران، غير كنشمعو صافي. وغادي نقدموا الدجاج ديالنا بهذه الطريقه. بغيتي تقدميه بالزيتون، بغيتي تقدميه بالحامض والكبيدات والقنيصه، كيف ما بغيتي تقدميه. غير هو كيجي على طيبه الحامض، ما كيجيش يعني ماشي الطياب اللي غادي تقدري ديري ليه اللوز اولا ديري له شي حاجه اخرى. الدجاج مدغمر كيجي على الطيبه ديال الحامض، هذيك المريقه ديالو كتبقى خاتره ومدمعه كيف ما كنقولوا. وهذيك هما الكبيدات. انا اكتفيت بالكبده، يعني ما درت لا زيتون لا والو. غادي ندير غير الحامض، ديك الحامضات اللي خديت اللب ديالهم احتفظت بهم وقطعتهم، قطعت دوك القشره ديالهم كتعجبني لانها حتى هي كتكل. وتاكلوه بالصحه والراحه. وإلا عجبتكم الوصفه ديالي لايكي وبارطاجي، وسمحوا لي على الغياب، لان كيف ما قلت لكم هذه عام كاينه ظروف خاصه اللي ما كتخلينيش باش نقدم يوميا او لا حتى مره في الاسبوع. يعني كنعجز، ما كنقدرش، الغالب الله. وهذا هو الدجاج ديالنا بصحتكم وبراحتكم. واللي عجبتها الوصفه ديالي تلايكي وتبارطاجي. وشكرا لكم ولكن جميعا، والى اللقاء ان شاء الله.